طيب انت دلوقتي خلصت الجبسن بورد، وزي ما احنا شايفين كده الشقه الراجل خلص وهيمشي. الشقه طبعا في حاله صعبه جدا كنظافه. هل احنا ينفع نسيبها بالوضع ده؟ اكيد مش هينفع. فبند النظافه ده بند موجود معاك من اول ما بتبدا تعديلات معماريه لحد ما بتسلم الشقه على المفتاح. البند ده لازم اخد بالي منه في المرحله دي خصيصا، اللي هي مرحله ايه؟ قبل البورسلين. انا قبل البورسلين هعمل طبقه مونه، خلاص. خلينا نقول ان هي طبقه خرسانه عاديه علشان امحر الارضيه واعمل بورسلين. طب قبل ما اعمل المرحله دي هل ينفع اسيب الشقه بالوضع ده؟ لا طبعا. شويه البودره دي تبهدل لي الدنيا. الكلام ده مش هينفع تماما معايا خالص، ولا ينفع يبقى فيه الكلام ده. لازم الرمله دي لو هستخدمها لازم اهزها كويس جدا واشيل الجبس اللي فيها ويترمي. خلاص. انا قاصد ان انا اصور دلوقتي علشان في ناس كتير بتستهون للاسف بالكلام ده ويقول لك اصل هو جبس مش حي. لا، حتى لو جبسن بورد، حتى لو مش حي، لازم تنظف كل يعني فتفوته صغيره. لازم الكلام ده يتشال. برضو تعالوا نتكلم بجمله ان احنا بنتكلم عن النظافه. احنا ما بنقولش ان احنا ما عندناش عيوب. وارد الراجل الصنايعي اللي كان بيستخدم الميه هنا رغم ان هو جايب افيز وقافل على الخرطوم، لكن برضو في الرمله فيها رطوبه والرمله فيها ميه. الكلام ده ما ينفعش يتساب. الكلام ده ان شاء الله النهارده هيتشال كله وهيترمي، وهنسيبها يوم او اتنين عشان لو فيها رطوبه تنشف وتاخد الوقت بتاعها. ومش بعيد نحط رمل نضيف وياخد الرطوبه ونشيله برضه هو كمان تاني. طب ليه الكلام ده مهم؟ علشان اتفادى المشاكل اللي بعد كده، سواء كان رطوبه او اي مشاكل تانية ممكن نتعرض لها. فدي حاجه مهمه جدا، الا وهي النظافه. الرمله المبلوله اللي في الحمامات والمطبخ كل ده لازم يتشال، ولازم ننظف الشقه كويس جدا جدا. ولو عندي رمل لازم يتهز كويس ويتشال كل الشوائب اللي فيه. دي كانت حاجه